السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع مهم جدا أنا هكلمك فيه دلوقتي وهحاول أختصر لك وهوضح لك الوضع ماشي إزاي، بحيث إن أنت تأمن نفسك ومفيش حد يسرق بياناتك ولا يبتزك بعد كده ويقول لك ادفع لي كذا لأن أنا معايا ليك كذا وفيديو كذا وفي صور كذا والأمور دي. مبدئيا هتلاقي فيها أكونتات سواء وهمية، بس ركز معايا في اللي هقوله لك لأن أنا مش هقول لك كلام فاضي، هديك كلام مفيد. تمام؟ هتلاقي فيها اكونتات بتدخل باسم وهمي او اسم شخص، مش فارقه يعني، مش محدش هيدور وراها، وهيجي بعد كده يعمل لك بوستات على اي جروبات كبيره، وخصوصا الجروبات اللي هي بالشمال والامور الفاضيه دي. تمام؟ مثلا ادي لك مثال علمي اهو، او مثال انت تشوفه بعينك زي كده. واخد بالك؟ هنا بيقول لك ايه؟ شغل حكومي شركة مية الصرف الشرب والصرف الصحي طالبة موظفين ومش عارف ايه، وراتب 6000 جنيه من 5 ايام 8 ساعات، 5 ايام عمل وبتاع. هل ده كلام حقيقي؟ ده كلام فاضي. انا حتى رديت هنا برضه عليه اهو عشان المعلومة تبقى صح وواصلة للكل. تمام؟ اللي عايز يقرأ يبقى يقرأها براحته. طيب عايزين نفهم ايه الوضع ده وبيتعمل ليه الشغل ده وايه الهدف منه. الهدف منه يا حبيب قلبي يسرق البيانات بتاعتك، الداتا بتاعتك تتسرق. تتسرق ازاي؟ اقول لك تتسرق ازاي. انت دلوقتي لما بتدخل مثلا على المواقع ديت، او لما تشوف البوست، خلينا في البوست الاول، اول ما بتشوف حاجه زي دي عندك حب استطلاع وعايز تدخل تشوف مثلا ايه هو، ايه الموضوع وبيتكلم عن ايه وايه التفاصيل. بتدخل بتلاقي تكتب له مثلا استاذنك التفاصيل، يروح حاطط لك لينك يقول لك التسجيل من هنا، نفس اللي انا وريته لك دلوقتي. بتدخل سيادتك بتلاقي كلام فاضي واعلانات، طبعا هو بيستفيد من الاعلانات انك شفتها، فدي قصه تانية تبع جوجل ادورد وقصه كده ملناش علاقه بيها دلوقتي، اركنها لها على جنب. بتيجي بعد كده بتلاقي يقول لك املى البيانات بتاعتك. بتملى البيانات بيجيب لك خيارين، يا اما تكتبها يدوي بنفسك، يا اما ان انت تعملها عن طريق الدخول، تسجيل الدخول نظام اي بي اي للايه، للفيسبوك. بتدخل وبتديله السماح، بيدخل باليوزر وبالباسورد بتاعك. اليوزر والباسورد بتاعك كده تسجله عنده هو على الموقع بتاعه هو. فاهمني؟ يقدر يدخل عليهم في اي وقت. ايميل وباسورد، انت عايز ايه تاني؟ يقدر يدخل بيها عادي. بعد ما تخلص تسجيل دخول وتشوف باقي البيانات، مفيش اي حاجه، ولا هتلاقي الموقع ولا هتلاقي اي شيء، ولا هيدخلك على مثلا الصفحه الرسميه بتاعت شركه الشرب والصرف الصحي والكلام الفاضي ده، مش هيدخلك على حاجه. الحاجات دي بتبقى شغل الابناء العاملين بس. فاهمني؟ وعقبال اصلا ما الخبر يطلع بره شركه الميه او ايا كان الشغل، عقبال ما يطلع بره بس بتكون كل الوظائف تمت. انا نفسي اتعرضت للقصه دي من زمان، وشغل ميه وشركه مش عارف الايه وشركه عايزين ايه، كلام فاضي كله ما بتتمش. رجاء ما تدخلش على الحاجات دي خالص. ليه؟ هتدخل وتسجل وفي الاخر مفيش اصلا شغل ولا في حاجه زي كده، والهدف كله انه يسرق الايميل بتاعك ورقم السر. هيعمل ايه طيب بيها ويستفيد ايه يا عم احمد؟ انا ما عنديش حاجه مهمه. لا عندك يا حبيب قلبي. هيدخل، اذا دخل على الماسنجر عندك هيجيب كل المحادثات اللي بينك وبين فلانه وعلانه وترك ايا كان. تمام؟ اذا ما عرفش يبتزك انت وان فلانه هي اللي بعت لك هياخد الصوره ويروح لفلانه يبتزها، يبقى انت كده خربت بيت واحد. دي قصه. تاني قصه، هتلاقي ان هو يقدر يكلم الناس اللي عندك باسمك، حول لي يا فلان وحصل. الامور دي كتير عندكم مش عندي كمان، يعني مش هقول لك ده عندي انا شفت، لا ده عند الكل. فاهمني؟ ابعت لي 2000 جنيه بسرعه على مش عارف ايه لان انا على طريق ايه ولما اجي لك احول لك يا صاحبي وحبيبي والامور دي. واخد بالك؟ فمين اللي هيدفع الفلوس دي؟ فالموضوع ده خطر، خلوا بالكم منه. مش اي حاجه زي كده تشوفها تخش وتجري وراها. مفيش حد بيحبك علشان مثلا يقول لك خد وظيفه لا، ده احنا بندفع فلوس وكنا بندفع فلوس زمان عشان نتوظف ما بنتوظفش. فكلام فاضي. حافظ على نفسك، حافظ على اكونتاتك. لو انت مالكش لازمه او ايميلك كله ملوش لازمه، فالناس اللي عندك ليهم لازمه. حافظ على الداتا بتاعتهم. يلا سلام عليكم.